هل انت بتصحى تعبان حتى لو مش نايم كويس؟ شعرك بيقع، ضوافرك بتتكسر، بتدوخ اول ما تقوم، عندك صداع متكرر، تركيزك ضعيف، بتنهج بسرعة، قلبك بيدق بسرعة، وايديك ورجليك ساقعين، جلدك شاحب، بتحس ان انت مفيش، الحمار اللي كان في وشك ده راح، قلقان كده ومش مرتاح وبتتعب من اقل مجهود، رجلك بتتحرك لوحدها بالليل وتفضل ترعش، وتنميل ووخز كده في الدراعات وفي الرجلين، ماشي، ومزاجك واقع دايما كده ومهبط، حاسس انك انت نفسك يعني تاكل الدنيا كلها. طيب والتحاليل كمان عماله تقول ان انت سليم، ماشي. طب ممكن يكون انيميا. مش انيميا، عملت السي بي سي، عملت اللي هو التحليل صوره الدم الكامله، ما لقيتش ان انا عندي انيميا. ممكن يكون عندي نقص في حاجه اسمها فيرتين. ايه ده؟ ايه الفيرتين ده؟ الفيرتين ده هو مخزون الحديد في الجسم. يعني انا الحديد عندي دلوقتي تمام، يعني انا بعمل تحليل واشوف الهيموجلوبين عندي بلاقي نفسي انها تمام، لكن مخزونه هو اللي ضعيف. طيب ازاي ابقى تعبان؟ طب الهيموجلوبين نفسه طبيعي. جسمك ذكي، اول ما المخزون يقل، المخزون يبدا يديك اعراض تعب، لحسن ايه، عشان تشوف حل بسرعه، لحسن الهيموجلوبين نفسه. اللي هو الهيموجلوبين ده ايه؟ هي عباره عن حاجه بتشيل الاكسجين من الرئه وتروح توزعها على الجسم كله. فانا قبل ما اساسا العربيات اللي هي العربيات الاوبر اللي شايله الاكسجين دي، اللي هتروح في كل حته في جسمي عشان تنقل الاكسجين، قبل ما يقل اصلا المخزون بتاعي، اما يبدا يقل، انا مش هقلل بقى العربيات دي، لا، انا هديك بقى ايه، كل الاعراض اللي انا قلتها لك من دلوقتي بقى، الدوخه والتنميل والهمدان والنفس الضيق والمزاج المتقلب عشان المخزون ده ما ينفعش يقل. اما المخزون بقى يبدا ينتهي بقى، تبدا تظهر الانيميا. فانت ممكن تبقى تحت الصفر في المخزون، لكن اساسا كمان التحليل نفسه سليم، بتاع اللي هو ايه، بتاع السي بي سي او الهيموجلوبين. عشان تشوف الصوره كامله لازم تحلل حاجه اسمها الفيرتين، ولو الفيرتين بتاعك اقل من 50، هنا تبقى انت محتاج مكمل غذائي بتاع حديد. طب انا دلوقتي مش عايز اخد ادويه ومش عايز اخد حاجه، خلاص يبقى هزود في الكبده واللحمه الحمراء والعدس والسبانخ ومعاهم الفيتامين سي، عشان الفيتامين سي بتاعي يبدا يسهل من امتصاص الحديد ده. وابعد عن الشاي والقهوه بعد الاكل. ليه؟ الشاي والقهوه بعد الاكل دول فيهم حاجه اسمها تانينز والبوليفينول، المادتين دول اساسا بيمنعوا ويصلبوا الحديد، يخلي امتصاصه صعب جدا. فانت الناس اللي بتشرب شاي بعد الاكل، او الناس اللي بتشرب قهوه بعد الاكل، يقول لك ده تعالى نحبس. لا، الحبس ده يا باشا انت كده بتحبس الحديد جوه عندك في الامعاء، ما بيمتصش وجسمك ما بيستفادش منه. لو انا عايز مكمل انجز فيه، هو اسمه ايه؟ الايرن بيس جلايسينيت. ده اسرع واحد بيمتص اهو. المنتج ده اسمه هيما سكور، ده جميل، معاه فيتامين سي، وهو اساسا ايرون بيس جلايسينيت اللي هو الايه اللي بيمتص بسهوله. معاه الفيتامين سي ده يخليه يمتص بسهوله اكتر كمان. وكمان اللبن، لان الكالسيوم اساسا بيجي يزاحم الحديد في مناطق الامتصاص بتاعته وبينتصر عليه، يروح زقه كده، يقول له ابعد ياض، يروح داخل هو يمتص هو ويسيب الحديد بره يضايقك. ليه اخد الايرون بيس جلايسينيت؟ ليه الماده دي؟ لان الحديد العادي امتصاصه بيبقى ضعيف، والامتصاص بتاعه لما بيبقى ضعيف بيفضل موجود عندك في بطنك، فيعمل لك الغازات والامساك والانتفاخات. مع ان انا باخد مكمل غذائي حديد، اخد مكمل غذائي حديد يعمل لي انتفاخات وامساك وغازات ويخلي بطني وحشه، واروح مبطله، اخش بقى في سايكل تانية ان انا يفضل بقى الحديد عندي يقل اكتر عشان انا مش عارف اخد المكمل الغذائي. لا، ممكن اخد الايرون بيس جلايسينيت. بس اهم حاجه اعرف انا ليه مخزون الحديد عندي بينقص. هل انا عندي نزيف؟ هل انا ست عندي الدورة الشهرية بتاعتي غزيرة؟ هل الامتصاص بتاعي ضعيف؟ هل اكلي مش كفايه؟ ما تعالجش الرقم بس، لان لو الفيرتين بتاعك قليل طاقه عضلاتك كلها هتقل والتنفس هيقل ومش هيبقى كويس. المهم لو الاعراض دي عندك كلها، اعمل تحليل الفيرتين ده، لان ممكن تكون المشكله واضحه بس محدش بص في الحته دي يعني. وهذا والله اعلم.